The race to 5G is a race America must win. 5G networks must be secure. They must be strong. They have to be guarded from the enemy. We do have enemies out there, and they will be. الجميع متفقون أنها المستقبل الذي يجب أن يصل إليه الجميع، وأن المتحكمين بها سيعرفون عن الآخرين كل شيء وبكبسة زر. صرفت عليها الصين مئات مليارات الدولارات حتى أصبحت رائدة الصناعة فيها، واستيقظ الغرب متأخرا على مارد صيني يضل من عالم الإنترنت. يسارع ترامب لإعلان الحرب على هواوي، ثم ووسط كل مصائب كورونا يتشكل تحالف غربي من 30 شركة حول العالم لخوض السباق أو المعركة إن صح التعبير، كلهم في مواجهة شركتين صينيتين فقط. هي خطر على مستهلكها المغمضة عيناه، ونعمة لمنتجها الذي سيرى كل شيء، من مكونات آخر قطعة بيتزا اشتريتها إلى حركة آخر بارجة حربية في أعالي البحار. فالأقوى في العالم على طول خط التاريخ هو من يمتلك معلومات أكثر، والأقوى في عصرنا هو جامع البيانات الأكبر والممسك بعصب البيج داتا. 5G، هكذا يدور الصراع العالمي على الجيل الخامس من الإنترنت. ال 5G اتهمها بعض أصحاب نظرية المؤامرة بأنها السبب تفشي فيروس كورونا، فصدقهم البعض الآخر وقاموا بإحراق أحد أبراجها اللاسلكية، لكنها بريئة من الاتهام، فهي الجيل الخامس من الإنترنت لا أكثر، وتعد الأحدث بعد 4 أجيال سابقة. 1G، ونشير إليه بأيام الهاتف المحمول القادر على إجراء اتصال فقط. 2G، ونشير إليه بأيام الهاتف المحمول القادر على إرسال رسائل نصية ثم رسائل مصورة MMS. 3G، وهذا الجيل نعرفه جميعا ونشير إليه بالهاتف المحمول القادر على تصفح الإنترنت وإرسال الصور والبيانات واستخدام تطبيقات المحادثة. 4G، ثم LTE، ثم LTE+، وهي أيام العز التي نعيشها اليوم. لكن سنة التطور لا تتوقف، وجاءت تقنية ال 5G التي تعد أسرع من 4G ب100 مرة على الأقل، وقد تصل ل1000 مرة، بمعنى أنك تستطيع بواسطتها تحميل أفلام عالية الدقة بثوان قليلة، وستوفر سرعة تبادل البيانات اللازمة لإجراء العمليات الجراحية عن بعد، وتعزز اقترابنا من عالم إنترنت الأشياء الذي يتصل فيه منزلك بحاسوبك، وهاتفك بسيارتك، وساعة يدك بنظام الدولة الصحي، وكل ذلك يتصل بنظام الرقابة للدولة. باختصار، هي من سيجعل من الإنترنت أقوى وأشد سيطرة ورقابة ومنافسة أكثر من أي وقت مضى. ستستعملها يوما ما، لكنك لن تستطيع المنافسة في صناعتها بسهولة، لأنها عالم العمالقة فقط، وحتى العمالقة يحتاجون للكثير من الوقت والجهد والمال والإقناع قبل أن يسودوا عليها. في ال 5G لن تحتاج وصلات من أي نوع لهاتفك أو سيارتك أو حاسوبك، ذلك لا يعني أنك تتصل بالأقمار الصناعية، بل ببنية تحتية ضخمة من الهوائيات الأرضية، لذلك يقال عنها في شكلها المادي إنها مزيد من تأريض الإنترنت، وذلك لأنها تعمل بنطاق الموجة الراديوية القصيرة وليست الطويلة مثل ال 4G. والموجة القصيرة بها مشكلتان، الأولى أنها تغطي مسافات قصيرة تصل ل 300 متر، والثانية أن أي حاجز طبيعي أو من صنع البشر يمكن له أن يقطعها بسهولة، حتى الأمطار تستطيع امتصاصها. وحل هذه المشكلة يكون بإنشاء مزيد من الهوائيات أو الموزعات اللاسلكية، وأن تكون هذه الموزعات أصغر حجما وأكثر قربا من بعضها بعضا وأعلى قدرة على نقل البيانات. لنفهم القصة أكثر، دعونا نطرح مثالا بسيطا. لنفترض أنك تسكن في القاهرة، وأنك تتصل بالإنترنت بتقنية ال 4G وتقوم بتحميل فيلم ما. حاسوبك يتبادل البيانات مع أقرب موزع لاسلكي بنطاق موجة لاسلكية طويلة، والموزع اللاسلكي يتبادل المعلومات مع الكلاود أو السحابة التي رفع عليها الفيلم عبر موزعات أخرى. الآن
سرعة وصول الإشارة بينك وبين الموزع وبين الموزعات فيما بينها تسمى كمون، وكلما انخفض هذا الكمون كان تحميل الفيلم أسرع. ماذا لو أردنا رفع السرعة 100 مرة على الأقل كما في 5G؟ الإجابة عبر خفض الكمون. وخفض الكمون هذا يتطلب ليس فقط زيادة الهوائيات بشكل أكبر بكثير مما نعرفه اليوم، بل رفع قدراتها أيضاً. فالسيارة ذاتية القيادة الخاصة بك يجب أن تتصل بسيارات الآخرين، وكل هذا موصول بهاتفك وحاسوبك وشبكة الطرق وإشارات المرور والأرصاد الجوية والبلديات وغيرها. بمعنى أننا أمام حقيقة تتمثل في زيادة كبيرة بعدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت، وأمام تحدي الإبقاء على سلاسة مذهلة في تبادل البيانات وتفسيرها وتوجيه استجابة بشأنها، وكل هذا بسرعة أقل من 1 مليمتر في الثانية. الآن فهمنا ما نحن بحاجة إليه، فهل نحن قادرون على القيام به؟ وهنا يكمن السؤال الكبير: من يستطيع صناعة البنية التحتية اللازمة للتقنية الجديدة؟ الجميع يريد الدخول في المنافسة على مد شبكاتها، غير أن ذلك صعب ولا يمكن حتى لغالبية الدول القيام به، فهو يحتاج لاقتصادات ضخمة لشركات ضخمة. لذلك تشتعل تنافسية محمومة بين الشركات الكبرى لدخول السباق وإقناع الدول المتخوفة على أمنها الرقمي، تنافسية تصل حد إعلان دخول حرب السيطرة الرقمية من قبل ترامب في مواجهة شركة هواوي الصينية علنا. Huawei is something that's very dangerous. ويعد قومه بالانتصار في هذا السباق. والمتسابقون على تقنية ال 5G بدأوا السباق. لك أن تعرف بداية أن اقتصاد إنترنت الأشياء Internet of Things الذي تقدر قيمته التجارية ب$12 تريليون مرتبط ارتباطا وثيقا بشبكة 5G، وهذا الرقم المهول يدفع حوالي 50 شركة حول العالم للمنافسة عليه. المواجهة بين محور الصين ومحور الغرب على من يملك المستقبل. في الواجهة تجد أسماء شركات، أما في الباطن فأنت أمام الصين وأمريكا وكوريا الجنوبية وأوروبا وغيرها. ما يميز الصين عن غيرها أنها سبقتهم بمراحل، فقد صرفت مئات مليارات الدولارات للصدارة. يقول البعض إنها لا تريد أرباحا فحسب بقدر ما تريد مزيدا من السيطرة على البيانات. وأي بيانات؟ بيانات العالم بأسره. فأنت عندما تستخدم ال 5G تدخل في عالم إنترنت متشابك تماماً، أكثر بكثير من الماضي. باختصار، كل المعلومات تنتقل عبرها وإلى كل مكان، وبفضل التقدم الذي تحرزه والوصول لأكبر عدد من البلدان تكون قد وضعت اللبنات الأولى للسيطرة على المستقبل. الصين تمتلك هواوي التي تسيطر على قرابة 30 إلى 40% من حجم السوق، وتنسب لها 15% من نسبة براءات الاختراع فيه. ولديها أيضا ZTE، وتعد من الشركات المتقدمة جدا، وهما تشكلان الترسانة الصينية في صناعة معدات الاتصالات حول العالم. في الطرف الآخر تجد إريكسون السويدية ونوكيا الفنلندية وسامسونج الكورية الجنوبية، وأخيرا تحالفا عالميا من 30 شركة تشكل في مايو آيار 2020 لمجابهة التفوق الصيني، وسنعود لهذا التحالف بعد فاصل قصير. الآن توفر الشركات الصينية عروضاً مغرية للدول، السرعة في التنفيذ، السعر الرخيص، ودعونا نقل الكفالة. لذلك سيجد المحور الآخر نفسه أمام معضلتين: أنه لا يستطيع المنافسة في الأسعار، وأنه لن يستطيع السباق مع الزمن للوصول للتقنية بدون الصين، وأن الصين توفر له البديل الرخيص لكن غير الآمن. فما العمل؟ استيقظت أمريكا متأخرة، وكانت هواوي وZTE قد بدأتا بمد شبكات 5G على أراضيها. جاءت مؤسسة الأمن القومي الأمريكية لتشكك في أن الشركات الصينية توفر لحكومتها قدرة ما على الوصول لبيانات الشركات والمستخدمين المتعاملين معها، وأنها تخفي في أنظمتها مفاتيح قاتلة تستطيع إعاقة أنظمة الاتصالات الغربية في حال وقوع حرب.
وتلا ذلك إعلان الحظر الأمريكي على الشركات الصينية من مد خطوط 5G على أراضيها، وعلى رأس هذه الشركات هواوي. حظر رافقته دعوة للحلفاء عامة والأوروبيين خاصة لاتباع النهج نفسه. لكن الغرب ليس على نمط تفكير رجل واحد. استجابت أستراليا للدعوة الأمريكية وحظرت هواوي، لكن بعض الدول الأوروبية كانت تنظر لترامب من عيون مشككة، ولسان حالها يقول: أنت تريد لأمريكا وحدها أن تصبح عظيمة، وحربك مع الصين لمصلحة أمريكا وليس حرصاً على أوروبا. في يناير كانون الثاني 2020 أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستسمح باستخدام معدات هواوي في 35% من شبكة 5G الخاصة بها. كان قراراً مفاجئاً وصادماً. توقعت فورن بوليسي أن يدفع دولاً أوروبية كبرى أخرى لاتخاذه، خصوصاً أن الاتحاد الأوروبي يعد بأن عام 2025 سيشهد التغطية الكاملة في جميع المناطق الحضرية وعلى طول مسارات الطرق الرئيسة في دوله كافة. الصينيون هم الأقوى في هذه الصناعة، وكما قلنا هم يقدمون أسعاراً منافسة، ينفذون بسرعة ويضغطون أحياناً تحت شعار: إذا حضرتم شركاتنا فسنحضر شركاتكم أيضاً. ولا تريد مصانع السيارات الألمانية مثلا أن تخسر سوقها الصيني، لكن الانفتاح الاقتصادي الأوروبي على الصين لا يعني أن الأوروبيين سينفتحون عليها رقميا. هم يجدون في الصين نظاما استبداديا من الأعتى والأشرس لا يتناسب مع روح الديمقراطية التي يعتزون بها، نظاما لن يقول الحقيقة يوما كما فعل مع فيروس كورونا. هم يعتبرون أنفسهم رأس حربة العالم صناعيا وتقنيا، واليوم تمثل الصين تهديدا لهذه المكانة. وفوق كل ذلك تميل دول الاتحاد الأوروبي لضمان أمنها السيبراني عبر التعاقد مع الشركات المحلية بشكل أساسي. أستونيا وبولندا فرضتا قيودا قومية على مد شبكات 5G خوفا على أمنها، وتفضلان أن يكون ذلك عبر تنويع مزودي الخدمة وإشراك القطاع الخاص المحلي، وتريدان بذلك تحكما أكبر في الشبكات والمعدات. وتوجه المقاومة هذا هو في حقيقته توجه لكثير من الدول الفاعلة. الهند مثلا تحاول جاهدة أن تبقي هذه التكنولوجيا أصيلة ومحلية وآمنة على مبدأ رئيس وزرائها ناريندرا مودي: صنع في الهند. غير أن التمويل يقف عائقا. تخيل أن إنفاق الهند على 5G بلغ 31 مليون دولار في 2018، وأن إنفاق الصين على 5G يقدر بمئات المليارات من الدولارات. لذلك غالبا توقع شركة ايرتل الهندية مع نوكيا، ولا تزال التساؤلات تلوح حول نيتها التعاقد مع شركات الصين يوما. الكثير من الدول لا تشارك في الصراع القائم على 5G من الأساس، لكنها سوق جيد له. وهنا يتنافس العمالقة. ترامب يهدد دول الخليج العربية: عليكم الاختيار، أمريكا أم الصين. هو منزعج جدا من التقارير التي تشير إلى أن هواوي تشارك في بناء جزء من البنية التحتية في شبه جزيرة العرب، ويريد أن يبعد الصين عن قواعده العسكرية هناك. أمريكا المتأخرة لماذا تهاجم الصين بدلا من تسويق خدماتها؟ صحيح أن العديد من الشركات الأمريكية تنتج برمجيات الجيل الخامس الأكثر تقدما، غير أنها لا تصنع جميع الأجهزة اللازمة للبنى التحتية الرقمية. فعلى المدى المنظور لن تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية قدرة تنافسية عالمية. تحاول التعاون مع نوكيا وإريكسون وتضغط على شركات الاتصالات المحلية مثل سيسكو أوراكل كي تبدأ بتصنيع أجهزة البث الراديوي حتى تدخل لاقتصاد 5G من أوسع أبوابه. فهل تنجح؟ هذا ليس التحدي الأول تاريخياً، ففي الثمانينيات كانت اليابان مسيطرة على بيع أشباه الموصلات. في 1987 أطلق دونالد ريغان اتحاد سيماتيك الذي يضم 14 شركة محلية أمريكية، وعبر هذا الاتحاد وخلال 6 سنوات فقط عادت أمريكا لصدارة هذا السوق متجاوزة اليابان.
وأشباه الموصلات جزء أساسي من إنشاء شبكات ال 5G، ويمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تصنع المعجزة إذا ما وفرت التمويل اللازم لدعم هذه الصناعة وتشجيع القطاع الخاص المتخوف من التكاليف الباهظة مقارنة بالأرباح قصيرة الأجل. مجلس الشيوخ أقر حزمة $1 مليار لمستخدمي هواوي وZTE الحاليين كي يستبدلوها بالشركات الأمريكية، ويسعى لإنفاق $1 مليار إضافي للبحث والتطوير في تقنية الجيل الخامس، غير أنه مبلغ ضئيل مقارنة ب$15 مليار أنفقته هواوي وحدها في عام 2019. في مايو آيار 2020 جاء الإعلان الكبير في خبر قصير: 30 شركة تكنولوجيا عملاقة جلها أمريكية تشكل تحالفاً حمل اسم Open RAN Policy Coalition لإنشاء أنظمة 5G مفتوحة وقابلة للتشغيل المشترك بهدف منافسة هواوي. تحالف على رأسه جوجل ومايكروسوفت وIBM وET&T وفودافون، بالإضافة إلى كوالكوم وإنتل وسامسونج. تريد الولايات المتحدة وحلفاؤها تحقيق هدفين أساسيين في سباق مع الزمن: أن توفر اكتفاءها الذاتي وأمنها السبراني القومي، وأن تلعب دورا أبعد عن حدودها في مد هذه الشبكات ومنافسة الصين. عجلة تطوير هذه التقنية في جميع أنحاء العالم تتحرك بأسرع ما يكون، والمنافسة عليها بين العمالقة قد بدأت للتو. كورونا ومشكلاته تطغى ظاهريا، غير أنه لن يؤخر السباق كثيرا. تتفوق الصين اليوم، لكن لا أحد يعرف لمن ستكون الكلمة الأخيرة. ستكون المعركة أمنية وتجارية وسياسية وربما عالمية باردة. يراها ترامب وجودية، وتراها الصين منافسة غير عادلة. لن يكون بالإمكان إيقاف الصين، وخصوصا في الدول الناشئة غير الديمقراطية. ستكون أمريكا محظورة بالمطلق على الصين. ستفكر الدول العربية كثيرا قبل أن تتجاوز الإرادة الأمريكية، حتى لو جاء ذلك على حساب مزيد من المال ومزيد من الانتظار. أوروبا لن تبدي العداء للصين، لن تحظر شركاتها علنا، لكنها ستذهب للسباق مع الولايات المتحدة برغم كل الخلافات مع ترامب. تمتلك الصين أدوات ضغطها التجارية على الأوروبيين، صحيح، لكنها ليست بحجم الأدوات الأمريكية. تشتعل الحرب مجددا، باردة غالبا. غزو الفضاء كما في أيام الاتحاد السوفيتي؟ لا، بل حرب البيانات.